جاني واحد السؤال في انستغرام، واحد لا فام كتسول شنو هي سين الياس وفوقاش كتقدر تحبس لنا لي ريغل وشنو هما الاعراض ديالها. دونك اليوم بغيت نجاوبكم على هاد لا كيسيون. لا مينوبوز ولا سين الياس وانا تنبغي نسميها سين الامل، هي واحد المرحله اللي كتعيشها المراه ما بين 45 عام و 55 عام، وهي ان لي ريغل كيحبسوا، الهرمونات كيهبطوا، وهادشي عنده تاثير على الصحه ديال المراه. من قبل هادشي كاينه واحد المرحله اللي ما قبل انقطاع الطمث ولا لا بيريمينوبوز، اللي كتبدا لي ريغل كتخربق فيها، كتبدا تقدر تجي بزاف، كتجي قليله، كتغيب واحد 3 شهور على ما كتمشي كاع في خطره. وحنا كاطباء ما كنهضروا على لا مينوبوز حتى تتغيب لنا لي ريغل اكثر من عام. من بين الاعراض اللي كتحس بهم لا فام هي ديك لي بوفيت شالور، اللي هي الصهد، السخونيه كتحس بها، تتقلل لها لا كونسونطراسيون، تتولي كتعصب، عندها ان شونجمون دومور، ما كتبقاش كتنعس مزيان. دونك لا فام في هذه المرحله كتكون تحتاج واحد لاكومبانيومون، واحد لو سوتيان. دونك من الاحسن انها تشوف الطبيب لا يقدر يقدم لها مجموعه ديال النصائح وفي بعض المرات بعض الادويه. دونك من الاحسن ان لا فام تهلا في راسها وتهلا في صحتها وتكون اون كاليتي دو في ميور، مع واحد شويه ديال السبور، واحد الاكل ونظام غذائي اللي هو صحي.